لو جاي المانيا جديد او جاي اي دوله اوروبيه هنا الجو فيها ساقعه، نصيحه مني ليك ما تجيبش جاكيت معاك من بلدك. ما تجيبش جاكيت معاك خصوصا لو بلدك زي مصر، بلد دافيه معظم الوقت او الجو فيها كويس معظم الوقت. فالجواكت اللي هناك معموله لدرجه حراره مش ملهاش علاقه خالص بالجو في اوروبا خالص خالص. معموله لدرجه حراره تكون قليله شويه ولكن مش زي هنا. هنا احيانا الدنيا بتبقى بتشتي تلج زي امبارح والنهارده، درجه الحراره تحت الصفر. في مصر قليل قوي او يمكن ما حصلتش اصلا الموضوع يوصل لكده يعني، بس الجو بيبقى ساقع. فالجواكت بتاعت مصر مناسبه لمصر. لو انت سايب مصر ورايح يعني بره خالص دوله تانية قاره تانية، الافضل انك تشتري لما تيجي هنا. ليه؟ لان الجواكت هنا معموله يعني متخصصه للجو ده، فبتبقى ليها خامات معينه بتبقى معموله منها. الفايبر اللي جواها بيبقى ليه كواليتي معينه عشان تدفي مع الاحتكاك. الكاب بتاعها بيبقى معمول بشكل كويس. الزراير، السوست، الحاجات، الجيوب، كل تفصيله في الجاكيت هنا ليها بتفرق وهتفرق معاك انت كمان وانت لابسه بقى والجو ساقع. هتحس قد ايه بالفرق لو انت لابس جاكيت من مصر او لابس جاكيت من هنا. وكمان يعني بتهيألي في مصر الجواكت دلوقتي ما بقتش رخيصه يعني يعني بدل ما تصرف مثلا مبلغ في مصر، كمل عليه وهات لك حاجه كويسه. فبجد الجاكيت من الحاجات اللي ما ينفعش تستخسر فيها. وانا بقول لك ده عن تجربه، لان انا كنت جايه بجاكيت من مصر وكنت بتلج يعني برصرص، يعني تلاقيه طول الوقت على كده اول كام سنه. ليه؟ لان انا جايب الجاكيت بتاعي من مصر ومعتقد ان الجو ساقع، فخلاص انا سقعانه يعني هعمل ايه؟ بس هنا في المانيا بالذات في مقوله بتتقال: es gibt kein schlechtes Wetter, es ist nur schlechte Kleidung. اللي هو مفيش جو وحش بس فيه هدوم وحشه. اللي هو انت مش لابس هدوم كواليفايد للجو ده، هدوم تدفيك بشكل كافي. ده اعتقاد عندهم، عشان كده بيعملوا جواكت مخصصه جدا للموضوع ده. احسن حاجه تجيبها هنا، احسن حاجه هي جاكيت اسمه ماركه اسمها فيلنشتاين دي ماركه المانيه بتعمل جواكت بس زي رولكس، بتعمل ساعات بس مش متخصصه في اي حاجه تانية. فهي الكواليتي بتاعت الشركه كلها في الجواكت، فهم بيفهموا في كل حاجه في موضوع الجواكت ده. والجاكيت بتاعهم من افضل الجواكت اللي موجوده تقريبا في الدنيا كلها يعني. فثواني هجيب لكم الجاكيت اوريه لكم. فده جاكيت اهو مكتوب عليه فالنشتاين. الجاكيت ده يعني بقاله مثلا 6 سنين ولا حاجه، وقاعد زي ما هو. كل حاجه فيه قاعده سليمه، الزراير، الكاب، كل حاجه فيه ما فيه يعني كاني لسه جايباه امبارح. ما فيهوش اي حاجه خالص، بيتلبس عادي وبيتركن عادي، ما فيهوش اي مشكله خالص. فده بجد من اكتر الحاجات اللي انا برشحها لك لو تقدر تجيبه. ليه بقى؟ لان الجاكيت ده انا عن نفسي انا ما قدرتش اجيبه، يعني انا ما امكانياتي ما تسمحش ان انا اجيب جاكيت زي ده، ولكن ده جالي يعني كان جاي لي هديه. فطالما هديه نقبلها عادي مفيش مشكله. بس يعني انا كطالبه في وقتها ما كانش امكانياتي تسمح ان اشتري حاجه زي دي. الجاكيت ده يعني يعمل دلوقتي حوالي 350 يورو، ده القصير، ده الموديل بتاعه اللي هو القصير. وفي منه اللي هو الطويل، كنت حابه يعني اشوفه السنه اللي فاتت ودورت عليه لقيته عامل سعر رهيب، كان حوالي 460 500 يورو في السعر ده. وللاسف الجواكت دي مش عليها سيل، ما بيبقاش عليها سيل، ما بينزلش عليها سيل خالص، يعني هي زي ابل كده ما بينزلش عليه سيل. ف فده لو انت عندك يعني قدره ماديه انك تجيب حاجه زي كده ارشحهولك يعني بامتياز، لانه بدل ما هتصرف مثلا كل سنه على جاكيت 70 يورو ولا 60 يورو، يعني هات لك جاكيت زي ده كده ويريحك ويكمل معاك كذا سنه، هيقعد معاك على الاقل 10 سنين، انت مش محتاج حاجه تانية. فبجد بيعيشوا لو تقدر تعمل ده. لو ما تقدرش تعمل ده، انا عن نفسي السنه اللي فاتت كنت عايزه اشتري حاجه طويله عشان الشتاء وعشان الجو لما بيبقى ساقع زي الايام دي. فالجاكيت القصير بحس ان هو مش كفايه، وده كمان حسيته يعني دق عليا شويه، فعايزه اشتري واحد تاني. فقلت اشوف الطويل بتاعه، فطلع زي ما قلت حوالي 500 يورو. فطبعا استحاله يعني ما اقدرش ادفع مبلغ زي ده، كتير جدا جدا جدا. فايه البديل؟ دورت على النت ولقيت حاجه زي دي كده. ده جاكيت اونلاين اشتريته، يعني باين ان الماتيريال اكيد مش واحده، يعني مش عارفه انت اكيد مش هتشوفوا ان اللون غامق، مش نفس الماتيريال، ولكن كواليتي لا حلو جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين الكاب بتاعه تحفه وناعم جدا جدا، سوفت فيري سوفت، ومتبطن بشكل كويس من جوه. فلا بجد يعني حاجه كويسه. وده ما دفعتش فيه كتير، يعني دفعت حوالي مش فاكره 70 80 يورو حاجه زي كده. فلو ما تقدرش
هات حاجه زي كده برضه هتدفيك. على فكره لابساه بقالي يمكن 3 دقايق وحاسه ان يعني فرن دلوقتي. ف فممكن تلاقي بديل زي كده، بس ده احسن بكتير من اي جاكيت هتجيبه معاك من مصر، وممكن كمان يكون فرق السعر بتاعهم مش هيكون كتير. فدي حاجه خلي بالك منها لو بتفكر تيجي هنا. لازم تدفي نفسك ولازم تلبس كويس عشان ما تعياش كتير. يعني انا بيتهيألي كان بيجي لي برد في مصر بسبب ان انا مش بكون لابسه كويس. يعني كنت باخد برد في مصر اكتر بكتير جدا من هنا. يعني بتعرض للبرد هنا بيحصل، بس مش بنفس الفريكونسي. في مصر كان كتير بسبب ان الواحد ما بيلبسش كويس، مش عارف يلبس كويس، مش عارف ايه اللي يتلبس اصلا في انهي وقت في السنه. فدي من الحاجات اللي هتتعلمها هنا في المانيا، ازاي تلبس على حسب الجو. وقبل ما تطلع من البيت اصلا بتدور على درجه الحراره كام، هتشتي ولا لا، هتنزل تحت الصفر ولا لا درجه الحراره. ف يعني موضوع الجو هنا حاجه كبيره، ولازم يتلبس له دايما اللبس المناسب ليه. وبس كده. تشاو.